السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي نفوس هادئة. موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة هيتكلم عن النجاح بسرعة. النجاح مش محتاج سرعة، النجاح محتاج صبر. للأسف احنا بقينا في زمن سريع جدا، سرعة في كل حاجة، سرعة في النت، سرعة في الربح، وسرعة في الشهرة، سرعة في الأكل، سرعة في الحياة. بقينا بنعتقد إن النجاح كمان محتاج سرعة، ولو اتأخر شوية بيصيبنا الإحباط وبنشك في نفسنا ونقول إحنا فشلة. لكن الحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها دايما إن النجاح الحقيقي بطيء وصبور وعايز طولة نفس. النجاح مش سباق جري، النجاح زي الماراثون، واللي بيكمل فيه مش الأسرع لكن اللي صبره أكبر. احنا بنشوف حوالينا ناس كتير، منهم اللي نجح في سن صغير، ومنهم اللي عمل فلوس بسرعة جدا، وأشخاص تانيين بقوا مشهورين فجأة. فلما نشوفهم بنفتكر إن ده الطبيعي، وأي طريق غير كده بيبقى فشل. لكن احنا ما بنشوفش التعب اللي هم عانوا منه، والليالي اللي مرت عليهم من غير ما يشعروا بنتيجة، او الفشل اللي حصل قبل ما يوصلوا للنجاح. احنا دايما بنشوف النتيجة بس. خلي بالك، النجاح مش رحلة، النجاح عاوز استمرار. لان النجاح اللي بيجي بسرعة بينهار بسرعة ويخوف صاحبه، ما بيبقاش ثابت. زي البيت اللي بيتبني من غير أساس، أي هزة ممكن توقعه وتهده. لكن النجاح اللي بيجي بعد صبر واستمرار بيكون نجاح ثابت وناضج، وصاحبه بيبقى عارف هو وصل للي وصل له دوت ازاي، فعلشان كده يقدر يحافظ عليه. في ناس كتير فاكرة ان الصبر اني استنى واتحمل واسكت، لكن الصبر مش سكون. الصبر بيعني انك تكمل مشوارك رغم التعب، وتشتغل حتى لو انت مش شايف نتيجة ملموسة، وتحاول مرة واتنين وعشرة، وبعد كل سقوط لازم تقوم تقف تاني. الصبر يعني استمرار مش انتظار. ربنا خلق لكل شيء وقت، وأي حاجة بتيجي قبل وقتها غالبا بتؤذي صاحبها. مش لأنك اتأخرت يبقى ربنا نسيك، ربنا بيجهز لك الأحسن. الفشل جزء من طريق الصبر. اللي بيصبر لازم يفشل، واللي بيفشل بيتعلم، وهو اللي يستاهل في الآخر النجاح. الفشل مش علامة إنك غلط، لأ، ده علامة إنك بتجرب، إنك ما استسلمتش. الشيء الخطير والصعب مش إنك تفشل، الخطير إنك تقف وتبطل استمرارية. في ناس كتير بتوصل وبتنجح مش لأنهم أذكى منك أو هم أحسن منك، لأ، لأنهم صبروا أكتر وكملوا لما تعبوا وما استسلموش وقت الملل. الفرق بين شخص واقف وشخص نجح، الشخص ده اختار إنه هو يكمل. واعرف كويس إن الصبر بيبنيك قبل ما يبني حلمك. الصبر على الصعوبات اللي بتقابلها بيقويك وبيعلمك وبيعرفك نفسك وبيعرفك عيوبك عشان تغيرها وتوصل للنجاح. الصبر مش بيوصلك للشهرة والمال فقط والنجاح، لا، ده بيغيرك كمان، بيغيرك من جواك. فاعرف ان انت مش متأخر، انت في توقيتك، بس مستعجل شوية على النجاح. كل خطوة بتاخدها دلوقتي حتى لو انت حاسس ان هي صغيرة، هي حجر الأساس في نجاحك. مفيش تعب بيروح هدر، ولا مجهود بيضيع. لو تعبت خد نفس، ولو زهقت ارتاح، لكن ما تسيبش الطريق اللي انت ماشي فيه. النجاح مش محتاج سرعة، محتاج نفس طويل، صبر، وأهم حاجة إيمان بربنا، وإيمان بقدراتك، وإيمان بنفسك، واستمرارية. واليوم اللي هتوصل فيه هتعرف إن كل التأخير ده كان له معنى. ودايما افتكر، النجاح اللي يستاهل
هو اللي يتعب عشانه شوية. مش مهم توصل امتى، المهم انك توصل في الاخر وتوصل ثابت. وخليني اقولك كلمة من القلب ليك، لو الطريق طويل ده مش عقاب من ربنا، ده اختيار ربنا ليك علشان لما توصل وتنجح تعرف قيمة اللي في ايدك واللي انت وصلت له وتحافظ عليه. النجاح مش للي جري ولا للي استعجل، النجاح للي فضل واقف حتى وهو تعبان، وفضل مؤمن حتى وهو مش شايف نتيجة. ويمكن تكون تعبت أو شكيت ومحدش حس بيك، أو حسيت إنك واقف لوحدك، بس اعلم كويس إن كل خطوة صبرت فيها كانت بتقربك، بس انت ما كنتش واخد بالك. واعرف إن هيجي اليوم اللي انت هتبص وراك لما توصل وتنجح وتقول الحمد لله إني كملت وما استسلمتش. وافتكر دايما إن النجاح مش سرعة، النجاح صبر، واللي يصبر للآخر هو اللي هيوصل للنجاح. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تشترك في القناة فضلا وليس أمرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.